متوقع ان النادي الاهلي ممكن يتعادل مباراة حتى في الدوري هذا الموسم؟ وملايين الاهلي وتريزيجيه وزيزو ومحمد شريف وقفشه ونجوم كتير وكتير تتعادل مع مودرن سبورت. مجدي عبد العاطي بيعمل ملحمة كروية امام خوسيه ريبيرو. الزمالك يكسب سيراميكا كليوباترا علي ماهر 2-0. الزمالك بطل هذه الجولة. ليه الزمالك بطل هذه الجولة؟ فقط قالوا أنها لن تفيد الزمالك. جون إدوارد. أيوة يا عزيزي الزملكاوي، هذا الاسم الذي يحارب بشدة من عشاق نادي الزمالك. محمد الشيخ مدرب عنده 31 سنة، أصغر مدرب في الدوري المصري هذا العام، يتفوق على يوريتيتش المدير الفني المجنون. أهلا بك يا عزيزي الكيكزون في كل مكان، ويا عزيزاتي الكيكزونات من أي مكان في دولتنا الحبيبة مصر. عودة الإيجيبشن ليج، عودة المتعة الكروية الغير شرعية في مصر. النادي الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت، وبيراميدز يتعادل، والزمالك يفوز. صدق أو لا تصدق، الزمالك يتصدر الدوري المصري الممتاز. الزمالك الذين قالوا عنه أنه لن يفوز وإن صفقات الزمالك مضروبة، الزمالك يكسب سيراميكا كليوباترا علي ماهر 2-0. والأهلي وملايين الأهلي وتريزيجيه وزيزو ومحمد شريف وقفشه ونجوم كتير وكتير تتعادل مع مودرن سبورت. مجدي عبد العاطي بيعمل ملحمة كروية أمام خوسيه ريبيرو، المدرب المعدوم خبرة، المدرب الذي لا يعلم عن كرة القدم سوى التكتيك اللامنطقي. التكتيك اللامنطقي هنتكلم عنه اليوم، ولكن خليني أخوض في أعماق بيراميدز اللي كان الموسم الماضي واخد دوري أبطال أفريقيا ومتربع على عرش دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وكان قاب قوسين أن يأخذ الدوري المصري. لما اتغلب من البنك الأهلي ومن فاركو، واستغل الفرصة النادي الأهلي وخد الدوري. لو الأهلي لم يفوز بالجولات المنقضية كان بيراميدز خد الدوري وكان واخد دوري أبطال أفريقيا وكان قريب من كاس مصر، لولا الزمالك الذين قالوا عنه أنه لن يفوز في هذا الدوري الممتاز. ولكن فاجئنا الزمالك بأداء ممتاز، بأداء أكتر من رائع. صفقات قالوا أنها لن تفيد الزمالك، قالوا أنها مضروبة، ولكن فاز الزمالك. أما عن النادي الأهلي وملايين النادي الأهلي فسوف نتكلم عنه اليوم باستفاضة. وماذا حدث في النادي الأهلي؟ ماذا يحدث في النادي الأهلي؟ لماذا الصفقات تأتي في النادي الأهلي وتنعدم؟ النادي الأهلي أمس في مباراة كانت حزينة لجماهير النادي الأهلي، قلنا إن الأهلي هيفوز 4، الأهلي أي فريق هيقابله هيفوز 5. قعدنا نسأل كل الناس، انت متوقع ان النادي الاهلي ممكن يتعادل مباراة حتى في الدوري هذا الموسم؟ الجميع قال لا، ولا بكل ثقة، وكأن النادي الاهلي مكتوب عليه ان هو يفوز كل مباراة. يا عزيزي هذا لن يحدث في اي مكان في العالم. ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، برشلونة، الجميع يخسر، الجميع يتعادل، إلا عند جماهير النادي الأهلي. هذه ثقافة اتزرعت من زمان في جماهير النادي الأهلي. فالنادي الأهلي أمس فاجئ الجميع بأداء باهت، هجوم باهت، دفاع باهت. اللهم إن كان ياسين مرعي الذي قلت عنه أنه خليفة محمد عبد المنعم، فاجئ الجميع ياسين مرعي بأداء أكتر من رائع. ظن الجميع ان النادي الاهلي هيفوز بنتيجة كبيرة، جماهير النادي الاهلي، وانا واحد منهم. انا من جماهير النادي الاهلي، فانا لا اخفيكم سرا، ولكني لن اكون متعصب، فانا
سوف أدي كل واحد حقه. فالزمالك بطل هذه الجولة. ليه الزمالك بطل هذه الجولة؟ لأن الزمالك قالوا عنه كلام كتير، قالوا أن الزمالك لن يفوز، الزمالك ما جابش صفقات، الزمالك اتعامل معاه أشياء كتيرة جدا هذا الموسم. جون إدوارد، أيوة يا عزيزي الزملكاوي، هذا الاسم الذي يحارب بشدة من عشاق نادي الزمالك، من إعلاميين نادي الزمالك، ولكنه حسنا ما فعل هذا الموسم. فأنا من وجهة نظري أن الزمالك جاب لاعب سوف يكون مفاجأة هذا الموسم، وسوف تتذكرون كلامي. من هو اللاعب؟ شيكو بنزا، اللاعب الأنجولي المميز. ولن أستفيض في هذا الأمر، ولكن دع الأيام تخبرنا ماذا سيفعل شيكو بنزا العام الحالي مع الزمالك. نرجع لموضوعنا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي لم يفعل شيء يذكر في مباراة أمس، فجميع الهجمات كانت تفسد عند نقطة نص الملعب. نص الملعب بالنسبة لك كان ضايع، رغم اني كنت معجب اعجاب شديد بأحمد رضا، ولكن اليو ديانج اللاعب الذي تألق مع النادي الأهلي في السنوات الماضية، اللاعب الذي ذهب للسعودية وكان واخد أكتر لاعب بيتعمل عنده تمريرات طولية داخل السعودية، رغم وجود نجوم، وجود اوتافيو، وجود لعيبة كتير جدا في الدوري السعودي، ولكنه اليو ديانج كان يتفوق عليهم. فعدم وجود اليو ديانج فهذه كارثة كبيرة على نص ملعب النادي الأهلي. النادي الأهلي لم يفعل شيء يذكر في هذه المباراة، إلا حتى يعني يمكن كان من نجوم المباراة من وجهة نظري هو أحمد سيد زيزو وياسين مرعي. من وجهة نظري قد تتفق أو تختلف، فجودة أحمد سيد زيزو تؤهله إنه هو يكون من أساسيين النادي الأهلي هذا الموسم، ناهيك عن وجود أشرف بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه، لكن هو أميز واحد في جناحات النادي الأهلي هو أحمد سيد زيزو. خلاصة الدوري المصري علشان ما اطولش عليكم، ودي قد تكون أول حلقة أتكلم فيها عن الدوري المصري في كيك زون، وهو إن النادي الأهلي في جرس إنذار كبير جدا على إدارة النادي الأهلي. لابد وأن تتحقق في هذا الأمر وتجلس مع ريبيرو وتقرص على ودنه وتقول له خلي بالك ده النادي الأهلي. وأنا من وجهة نظري إن هذا المدرب قد يكون النادي الأهلي كبير عليه جدا. مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك هو بطل الجولة من وجهة نظري، مش علشان فنيا، سيراميكا فنيا كان كويس، سيراميكا أدى مباراة كويسة، ولكن الزمالك لأنه كان مجروح الفترة اللي فاتت اتقال عليه كلام كتير، قدر يسد ودانه. جون إدوارد البطل بتاع الزمالك، أتمنى أن يستمر الزمالك على هذا المستوى، وهذا لصالح النادي الأهلي، يعني على جماهير نادي الأهلي ألا تحزن على يعني فوقان نادي الزمالك، لأن ده هيفوق النادي الأهلي ويخلي المسؤولين في النادي الأهلي يصحوا ويفوقوا شوية. بيراميدز حتى الآن في المباراة الأولى لم يقنعني. وادي دجلة الصاعد الوافد بقيادة الشاب اللي بصراحة يعني أقنعني وفاجئني، محمد الشيخ، مدرب عنده 31 سنة، أصغر مدرب في الدوري المصري هذا العام، يتفوق على يوريتيتش المدير الفني المجنون. مجنون يا جماعة، مدرب مجنون. كرة كانت لوليد الكارتي، طرد مع الإصرار والترصد، طرد مع الحبس 6 شهور، ومع ذلك بيعترض، ومع ذلك بيقوم بركل دكة الاحتياط. ماذا تريد يا رجل؟ ماذا تريد يا رجل من دكة الاحتياط؟ فأعتقد أن المسؤولين في اتحاد الكرة لابد وأن يكون ليهم رد فعل مع هذه الأفعال الغريبة بالنسبة لي. أما عن مهاجمة جماهير نادي الزمالك لزيزو، أعتقد هذا لن يرضي أحد.
قد يسألني سائل من نادي الزمالك: يا سيدي الفاضل، أنتم كجماهير النادي الأهلي كنتم تهاجمون شيكابالا على الملأ وتقولون الألفاظ. أقول لك باختصار شديد: أنا من جمهور النادي الأهلي لم ولن أفعل مثل هذه الأفعال. فشيكابالا رمز من رموز الكرة المصرية، شيكابالا نجم كبير، قد يكون أساء التصرف مع الجماهير في بعض الأوقات، ولكني أرفض كل هذه التصرفات. أرفض تصرفات جماهير نادي الزمالك مع أحمد سيد زيزو. فأنتم الآن ركزوا في فريقكم محتاج الدعم منكم كجماهير نادي الزمالك. يمكن ده كان ملخص سريع للدوري المصري. إن عجبتك الحلقة، وأنا هنا لن أرغم أي أحد على شيء، لو عجبتك حلقتي لايكك المتين واشتراكك الجميل في قناتنا كيك زون. وعزيزي الكيك زون، ما تنساش تعمل لايك وتدخل تتفرج على المحتوى اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل محتوى اوروبي، وقلنا نتكلم عن الدوري المصري، الايجيبشن ليج، المتعة الكروية الغير مشروعة. هنشوفكم ان شاء الله قريب في حلقات كتيرة جدا. اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.